بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدنا وشوفنا يكون معنا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. كلامنا حضرتك عن زيارتك النهارده لمحافظه الفيوم ومبادره صندوق تحيا مصر، وكلمه تقولها لشعب الفيوم. يعني انا باكد تاني على فكره فخامه الرئيس ودعمه الدايم لاهالينا وطبقات المجتمع المختلفه وشباب مصر من خلال هذا المكون الكبير جدا الحقيقه لصندوق تحيا مصر، وجهد كبير لسياده اللواء محمد الامين الحقيقه يعني مستشار رئيس الجمهوريه. فهذا الصندوق اصبح في كل مكان وكل مجال، معاه كيانات كثيره جدا حكوميه ومجتمع مدني. النهارده مع معالي الاخ العزيز سياده المحافظ الحقيقه الدكتور احمد الانصاري وجامعه الفيوم، اكتر من مبادره صندوق تحيا مصر بيقدمها. دكان الفرحه لطلبه الجامعات، ومشاركه من اكبر الماركات اللي موجوده ان هي تشارك في هذا المنتج ومنتجات طبعا الملابس. المبادره دي بقى في جميع محافظات الجمهوريه في الفتره الجايه. طبعا ده بدات قبل كده دكان الفرحه. الحقيقه هو فرحه فعلا، وكمان تجهيز العرايس، وكمان مبادره طبعا دعم ما قبل رمضان. ده شيء مهم جدا بتقدمه الدوله المصريه وصندوق تحيا مصر، واحنا موجودين في الفيوم. شكرا.